مرحبا. بالفترة الأخيرة طلع برنامج جديد للتسوق وأغلبنا سمع فيه، واللي هو التيمو. هالبرنامج فكرته مثل فكرة أغلب برامج التسوق الثانية مثل الأمازون والإي باي، بس إنه هذا الموقع صيني وشبيه بالمواقع الصينية الثانية مثل الشي إن والويش وغيره. الشيء اللي بيميز هالمواقع هو رخص أسعارها مقارنة بالمواقع التجارية الثانية، وطبعا كلياتنا بنعرف شو بيميز هالمواقع كمان، جودة البضاعة نفسها اللي أغلب الأوقات بتكون سيئة بداية من الباكجينج ونهاية بجودة المنتج نفسه. يعني يا دوب نستخدم هالمنتجات مرة أو اثنين وبعدين للكل. شركة تيمو مشكورين تواصلوا معي من فترة وبعتوا لي باكج فيه شوية أغراض راح تساعدكم أنتم كمصورين فيديو أو فوتوغراف أو حتى صناع محتوى إنه تنقلوا شغلكم لمستوى ثاني، طبعا مع الاحتفاظ بنقطة السعر اللي حكيت عليها من شوي، إنه كل البضاعة رح نذكرها بفيديو اليوم رح تكون رخيصة، ومنتجاتنا اليوم رح تكون للتصوير وللمكتب ولحتى تنظيم السيت اب. يسعد اوقاتكم، معكم فادي من استديو فيجن، ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. بفيديو اليوم مثل ما حكيت رح نشوف المنتجات ونراجعها سوا ونشوف هل بتستاهل سعرها او لا، وكمان ما رح ننسى نشوف جودة هالمنتجات واستخداماتها. فاذا كنت مهتم تعرف اكثر عن التصوير، صناعة الافلام والمحتوى، بشرفني تعمل اشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد منا اول باول، واكيد نشر للفيديو بين رفقاتك لنوصل لاكبر عدد ممكن. روابط لكل شيء رح نحكي عليه بهذا الفيديو رح اترك لكم اياه تحت بصندوق الوصف، وكمان رح يكون لكم باخر الفيديو هدية كوبون خصم لكل شيء بتشتروه من تيمو. وبدون اي تاخير عليكم، جهز لي فنجان قهوتك، فاصل صغير ورح نفوت بموضوعنا على طول. بنبدا مع اول منتج معنا واللي هو التيرن تيبل، وهو عباره عن قرص دوار فيكم تحطوا اي شيء بدكم تصوروه عليه، وبصير يفتل بسرعات محدده يمين او يسار لحتى يطلع لنا المنتج بالنهايه بحركه وشكل حلو على الشاشه. هالمنتج مفيد لكل حدا بيشتغل بالتجاره الالكترونيه او حتى تصوير المنتجات. تغليف هالمنتج كان ظريف وما في اي شيء فانسي، كل الاغراض هون جاي ضمن علبه كرتون فيها كبل للتشغيل وليس للشحن، لان هالقرص ما في بطاريه داخليه. التيرن تيبل بتشتغل مباشره بالكهرباء عن طريق توصيلها بالكبل اللي حكيت عليه، او حتى فيها نستخدمها مع البطاريات لان عندنا مدخلين للبطاريات فيها بقياسات مختلفه حسب المتوفر عندكم. على هالطاوله رح يكون عندكم 3 زرار للتحكم فيه، واحدة لسرعة القرص، والثانية لتشغيل القرص، والثالثة لتحديد جهة دوران القرص. حجم هالطاولة مناسب لتاخذوها معكم لجلسات التصوير، وما بتاخذ حجم كبير بشنطايتكم. كمان رح نلاقي جوا الباكج مجموعة من الخلفيات أو الأرضيات بألوان مختلفة، يلي فيكم تستخدموها على الطاولة كنوع من التخصيص للمنتج اللي عم تصوروه، وبرأيي بيستاهل المنتج حقه واستخدامه. ثاني منتج معنا هو الستيب اب رينجز، واللي شغلته انه يحولوا اي عدسه عندكم لقياس اكبر فلتر بتستخدموه. يعني مشان ما تشتروا لكل عدسه فلتر، بكفي تجيبوا فلتر اكبر عدسه عندكم، وبتصيروا باستخدام هالحلقات تستخدموا هذا الفلتر نفسه على العدسات الاصغر. هالحلقات مصنوعين بشكل كامل من المعدن، وبيبدوا من اصغر قياس عندنا واللي هو 37 ميلي، وبيوصل ل 82 ميلي. جوده هالحلقات وترابطهم ببعض ممتاز، وما في خوف على الفلتر عندكم انه يوقع او يتاذى. كمان هالمنتج بنصح فيه وبيستاهل يكون معكم لحتى توفروا على حالكم شراء فلاتر كتير باسعار غاليه. المنتج الثالث معنا خاص بضبط الوايت بالانس. اللي ما بيعرف الوايت بالانس باختصار هو توازن اللون الابيض بالصوره عنا ككل. شغله هالكاردز انه يرجعوا اللون الابيض المتضرر عنا لشكله الحقيقي. ببساطه هن عباره عن 3 بطاقات باللون الاسود والابيض والرمادي. طيب كيف فينا نستخدم هالكاردز؟ بسهوله، كل اللي عليكم تعملوه انه بكل شوت بتاخذوها تخلوا هالكاردز باول الشوت، وبس تروحوا للمونتاج تاخذوا الاي دروبر وتحطوه على واحد من هالكروت، ومباشره الوايت بالانس عندنا رح يرجع لشكله الصحيح. يعني في حال سهيت عينكم عن هالموضوع بالست، فاموركم بتكون بخير بالمونتاج. شيء مهم لازم يضل معكم بالشنطه. وبالحديث عن المونتاج واللي بيشتغل كتير بصناعه المحتوى او حتى الامور المكتبيه، معنا هالفاره يلي بتاخذ مكانها بالايد بشكل مريح، وخاصه لوقت شغل طويل. اكيد هون عم نحكي على فاره رخيصه، فما حدا يتوقع شيء محترم كتير. على هالفاره من فوق رح يكون عندنا زر للتحكم بالدي بي اي، بالاضافه لوجود ازرار التحكم بالامام والخلف على جنب الفاره. السنسور الموجود بهالماوس عادي جدا، وراح يخدمكم باموركم اليوميه مثل ما حكيت. فاذا كان شغلك مكتبي وما بدك تستثمر بماوس غاليه، وكل اللي بيهمك انه تمشي حالك بس بماوس عاديه، فهالماوس إلك. اما اذا كنت انت من جماعه الجيمنج فانسى هالماوس وكمل الفيديو. المنتج هذا لازم يكون معكم من كل ولا بد لحتى تحافظوا على كروت الذاكره عندكم من التلف ومن الضياع. عم نحكي هون على بروتكتيف كيس للميموري كاردز. فيكم تستخدموا هالعلبه او اي علبه ثانيه خاصه للكروت، لحتى لا سمح الله تتجنبوا انه ينضرب عندكم كرت اذا كنتوا عم تصوروا برا باجواء مطر، لان هالعلب بتكون ضد المي ومسكره منيح، بس بيضل بالنهايه الحرص واجب. الباكيجينج هون ظريف. مع هالعلبه رح يكون عندنا علاقه لحتى نعلق هالكيس بالشنتاي او على الخصر، بالاضافه انه رح يكون عندنا هون دبوس ناعم لحتى نقدر نطلع الكروت من الموبايل على سبيل المثال. بنصح كتير بهاي الكيسز انه تكون بشنتاية كل حدا فيكم لحتى تحافظوا اكبر وقت ممكن على كروتكم، وخاصه اذا كانوا غاليين. من الشغلات المزعجه بالتصوير لما ما يكون عندنا ضوء. منتجنا هون هو عباره عن RGB LED ستيك، او بمعنى ثاني تيوب اضاءه متنقل، فينا نشحن وناخده معنا للتصوير برا لان في بطاريه داخليه. هذا التيوب رح تكونوا قادرين تشحنوه عن طريق مدخل USB-C الموجود عليه، وهذا الشيء ظريف بالنسبه لسرعه الشحن. طول هالتيوب حوالي 50 سم، وممكن انه يكون معكم باغلب السيناريوهات، وخصوصا انه هو RGB
واضاءته كتير قويه ومقارنه بسعره اللي ما بيتجاوز 25 يورو. رح يكون فيكم تتحكموا بمجال واسع من الالوان باضافه للونين الابيض والاصفر المعتادين. على هالضوء رح يكون عندنا كمان شاشه تفرجينا الخيارات اللي عم نعدل عليها عن طريق مجموعه الازرار، واللي هن بصراحه مو احسن ازرار، ملمسهم والشعور تبعهم كتير بلاستيكي. من الاشياء الحلوه هون انه في افكتات للضوء مختلفه مثل الشمعه او النار والتلفزيون والرعد وسيارات الاسعاف وغيرهم. يعني بهالسعر وبهالميزات اللي حكينا عليها من وجهه نظري بيستاهل انه يكون بين عدتكم لتصوير البورتريه والمنتجات او حتى تستخدموه كاضاءه خلفيه بالستريم تبعكم. منتجنا هون نظاره للضوء الازرق، مثل ما عم نشوف مع بعض ما في شيء فخم بالتغليف. النظاره هون جاي جوا كرتونه خفيفه، فيكم تلاقوا من هالنظاره اشكال واحجام مختلفه حسب شكل الوش وحجمه وستايلكم، والاسعار تبع بامازون والمواقع الثانيه اضعاف مضاعفه. فيكم تطلبوها وتجربوها لحتى تخففوا من الضرر والجهد الصاير على العين، مو بس من شاشات الكمبيوتر بل من اي جهاز الكتروني حوالينا مثل التلفزيون والموبايل وغيرهم. وبرأيي ومثل ما حكيت إذا كنتوا عم تقضوا أغلب وقتكم قدام الكمبيوتر فلازم تكون هالنظارة معكم على المكتب. شغلة النظارة إنه تشيل الضوء الأزرق الصادر عن هالشاشات وتبعده عن عيننا، وهيك رح يخف الجهد والتعب على العين، وهذا بالمحصلة اللي رح ينعكس على طريقة نومنا وحياتنا بشكل إيجابي. وهذا كان فيديو اليوم، مثل ما شفنا مع بعض استعرضنا فيه شوية المنتجات اللي وصلتنا وأعطينا رأينا فيها بكل صراحة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالفيديو ما طولنا عليكم. مثل ما حكيت بمقدمة الفيديو روابط لكل شيء شفتوه رح يكون تحت بصندوق الوصف، بالإضافة لهذا الكوبون الظاهر على الشاشة اللي إذا استخدمتوه رح تحصلوا على خصم بقيمة 100 يورو على كل مشترياتكم. وكمان نسيت خبركم شغلة إنه الشحن عندهم مجاني بيوصل لأغلب دول العالم. إذا عجبكم هالفيديو لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة، تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد منا أول بأول، وأكيد نشر للفيديو بين رفقاتكم لنوصل لأكبر عدد ممكن. كنت معكم أنا فادي من استوديو فيجن، بشوفكم بفيديو جديد. سلام.